اهلا وسهلا بحضراتكم. والنهارده جاي اكلمكم على شكل المنتخب القومي مع كابتن حسام البدري، واقدر اقول لك المخطط اللي كان مرسوم هم ماشيينه بالحرف. قبل ما اكمل كلامي، اللي مش مشترك في القناه يتفضل يشترك ويفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو دوس لايك. لو بصيت بصه سريعه كده على منتخب مصر هتلاقي 5 من لاعيبه بيراميدز: علي جبر، عمر جابر، احمد ايمن منصور، اسلام عيسى، محمد فاروق. واربعه اتقمصوا واعتذروا: عبد الله السعيد ورمضان صبحي واحمد حمدي واحمد توفيق، لعدم ضم شريف اكرامي لقوام المنتخب. يعني المجمل كان هيبقى 10 لاعبين في منتخب مصر، وهو ده اللي كان مخطط ليه علشان يتقال ان نادي بيراميدز هو نادي الطموح، واللي عايز يشترك في منتخب مصر ينضم لنادي بيراميدز الاول. ازاي تتم الخطوه دي؟ ان يجيب حسام البدري طبعا، زي ما جابوا رئيس لنادي بيراميدز يجيبوا رئيس للمنتخب المصري والمدير الفني، علشان يحجز مكان لعيبه بيراميدز بالتفصيل. وهي دي الحقيقه اللي الناس لازم تعرفها. حسام البدري اختياراته مش من دماغه، لان هو عباره عن اتفاق غير معلن بينه وبين اشخاص معينين اللي ساعدوا ان هو يجي على راس الجهاز في منتخب مصر. وهتلاقي الكابتن حسام البدري ملهوش اي ظهير اعلامي انه يرشح يكون هو المدير الفني لمنتخب مصر، ولا اي ظهير جماهيري. يعني الجماهير مش متقبلاه، معظم الجماهير مش متقبله كابتن حسام البدري ان هو يبقى رئيس الجهاز الفني لمنتخب مصر. ده غير اللاعبين النجوم مش حابه ان حسام البدري، لانه مغرور وبيعاملهم بعنجهيه، مش حابين ان هو يكون مدير فني لمنتخب مصر. والنتيجه زي ما شفنا منتخب مصر على الصوره اللي احنا شفناها دي، لا طعم ولا لون ولا لعب ولا خطه ولا تكتيك ولا ترابط ولا تجانس ولا اي حاجه. مفيش اي حاجه تمت لكره القدم باي صله غير اللي احنا شفناه: محاربه للنجوم زي النني، اجيبه من ارسنال وهو متالق واقعده على الخط وما شركوش ولا دقيقه واحده. محاربه لمحمد صلاح باختلاء مشكله الشاره، هديها لمحمد صلاح؟ لا، مش هديها لمحمد صلاح، وفي النهايه ما اديهاش لمحمد صلاح. يعني عدم القدرة على التعامل مع النجوم. وكابتن حسام البدري، يعني انا نزلت فيديو قبل كده قلت هو بيلعب بخطة يعني عاق وربك يفك، او حط لها قطرة وسيبها فترة. يعني هو ما عندوش كوره. بس للاسف بعض الناس اللي بتقعد في الاستوديوهات التحليليه طالما شافت كابتن حسام البدري اشتغل مع مانويل جوزيه، ممكن يقولوا عليه ده هيبقى مدرب كويس. شافوا كابتن حسام حسن اشتغل مع كابتن جوهري، ممكن يقولوا ده مدرب كويس. مش كل واحد يشتغل مع مدرب عبقري هيبقى عبقري زيه. انا شايف ان كابتن حسام البدري لو فضل على راس جهاز المنتخب القومي لكرة القدم، هي دي الكرة اللي احنا هنشوفها، هو ده المستوى اللي احنا هنشوفه. طبعا انا ما اتكلمتش لا في ان هو بياخد كام، ولا بيدخل له كام، ولا اي نوع من انواع الماديات، لان ده شيء ما يخصنيش. واي مدير فني اجنبي هيجي هياخد نفس المبلغ ده ويمكن اكتر، بس هيكون يستاهل، لانه بيبقى عنده فكر بيطبقه، عنده شخصية قوية بيحاول بيها انه يلم النجوم دي كلها ويطوعها تحت تفكيره، وتقدر تنفذ فكره، ويقدر يظهر المنتخب بشكل كروي، بحيث ان احنا ما يبقاش شكلنا منتخب مصر يبقى اقل منتخب في القاره الافريقيه. وطبعا كلكم عارفين ان منتخبات القاره دلوقتي بقت كلها منتخبات قويه، مفيش حاجه اسمها منتخبات ضعيفه. حتى السعوديه بقت منتخب قوي، وده طبعا جزء من المخطط ان منتخب مصر يكون ضعيف امام منتخب السعوديه. والكلام اللي انا بقوله لكم حضراتكم ده كلام خطير جدا، وكلام هم دارسينه جدا وبيصرفوا المليارات علشان يحققوه. مش معقول نادي زي نادي بيراميدز ده بيصرف المليارات دي كلها دون اي مقابل علشان ان هو يبقى نادي منافس في الدوري فقط. لا، ده نادي بيحبط الانديه الكبيره، الاهلي والزمالك والاسماعيلي، وبعد كده هيحبط ويعمل احباط لمنتخب مصر، لدرجه انه خلى الجماهير المصريه اللي بتتفرج على منتخب مصر تتمنى هزيمه منتخب مصر بسبب قياده كابتن حسام البدري. شكرا والى اللقاء.